الطفل يسكنني. أشعر أنني لا زلت طفلا صغيرا، وأنني لم أكبر عاما واحدا منذ ولدت. في ليلة هلالها بدر، ونسيم غابات البلدة يحرك جريد نخيلها، لينعكس طيف سعفها على أرض مقمرة رسوما جميلة بضياء القمر بالأبيض والأسود، حتى إذا هز صمت القرية مدافع العدو كان وكنت أنا، كان وكنت أنا والمخاض واحدا لا اثنان، كان وكنت أنا والمخاض واحدا لا اثنان. وهزت أمي بجذع النخلة يمتص ألم الولادة. كنت تلك الثمرة الرطبة الجنية التي من بركان دوي البارود ونسائم الليلة المقمرة ونور البدر وهزات الأرض المغتصبة. الأرض المغتصبة من ذلك كله جئت وكنت أنا، بل من تلك المفارقة النورانية الأرضية بعثت، ومن رحم المعاناة والثورة صنعت. 58 عاما، هذا تاريخ، هذا عمري في تاريخ كتابة هذا النص، بل 62 عاما كلها معاناة وثورة ورفض، كأنها ليلة الولادة، كأنها عام واحد، كأنها ليلة قمرية بدرية واحدة. أنا يا سادتي لازلت طفلا ولم أكبر، فلحظة المعاناة كانت هي البدء، وهي الأول والآخر، وهي الأول والآخر. فكيف أكون قد تقدمت في العمر واللحظة هي؟ من هنالك جاء وترعرع رفضي ونمت ثورتي. بل مهلا يا سادة، مهلا يا سادة، لا أرفض الكبر ككبر أو الهرم كهرم. من هرم البيولوجي، الكبر البيولوجي لا يفزعني، يفزعني قليلا في دواخلي بصراحة، لكن ليس هذا الذي يعني، لأنني لم أعشه. ما شعرت كيف انتقلت من الطفولة والشباب إلى هذا العمر، ما شعرت، وإن كنت شعرت بالمعاناة، بالحياة الضنكة المتعبة المنهكة، بالعدوان من هنا وهناك، عدوان السلطة، عدوان عربون أو فاتورة صراحتي ونقدي اللاذع الصريح الشفاف، عدوان من السلطة كمعارض، ومن غير السلطة، من المحيط، من البلدة التي طرد منها
خال والدي وجدنا نحن من نسل واحد ومن لقب واحد، الشيخ بالحاج صالح الطيب العمر، وكأن مصيرنا واحد. كيف أكون قد تقدمت في العمر وأنا من هنالك جاء وترعرع رفضي؟ من كل هذا الذي ذكرته جاء رفضي. كانت ثورتي وتمردي. بل مهلا يا سادة، قلت أنا لا أرفض الكبر وأكرر إن الكبر البيولوجي لا أرفضه، لأنني لم أتجرع إلا عبر مذاق واحد هو البدء، وما بين البدء واليوم والراهن واللحظة لم أعرف إلا الحياة الضنكة والمعاناة والإنهاك، الإنهاك الجسدي والنفسي والمادي. عرفتها فقط، عرفت الكبر فقط، عرفته هذا الكبر البيولوجي، الانتقال إلى هذا العمر عبر مذاق واحد هو البدء. نعم هو البدء، قد يكون ربما بعدئذ المنتهى، وما أمر المنتهى ليس لأنه لقاء لرب العالمين، فذلك فرحة لأنه الرحمن الرحيم. بل مرارة الفراق، بل مرارة الانقطاع عن طلب العلم والتألق والإبداع والابتكار. هذا الجميل في الحياة، لا المنازل ولا الرتب ولا المال، ربما يكون المنتهى لحظة شعور واعية، ربما لا، لكن يعنيني الآن الراهي وكفى. إننا أرفض أن أكبر، أرفض الشيخوخة الذهنية والعقلية التي تسكن الرجال والنساء وعامة الناس ومن يعادونني ويخاصمونني، لأنني حاد في نظرتي، واضح في موقفي، عميق في أطاريحي. لا، لست نرجسيا، أنتم النرجسيون، فالكبر عرفه رسول الله الأكرم، بطر الحق وغمط الناس، عدم الاعتراف بالحق بالحقيقة، وهي ليست في حوزة الكثرة ولا القطيع ولا السر. إن الخوف من ظل الطفل الذي هو أنا، الذي يقلقكم ويزعجكم، يزعج نخبكم، سلطكم، قادتكم، يزعج عامة الناس، يزعج ذلك الذي يجالسني في المقهى ومن لا يجالسني، يزعج الكهول والشباب، يزعج الذي يتحدث من ورائي ومن خلفي، يزعج ذلك الذي يقاطعني ويدعو الناس لمقاطعتي وأنا طفل. ما الذي يقلقكم؟ ما الذي يرعبكم؟ تلكم هي الشيخوخة التي أتحدث عنها، شيخوخة العقل والذهن والوجدان. الله، لذلك بقيت طفلا واخترت أن أبقى طفلا، وسأبقى إن شاء الله كذلك طفلا أبدا.